بعد هذا البيان ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ منصور البلوي، عضو شرف نادي الاتحاد، رئيسه الأسبق بعد هذا البيان الوداعي. مساء الخير أبو ثامر. مساء الخير أستاذ وليد، ومساء الخير كابتن محمد، ومساء الخير أستاذ عامر. أبو ثامر، ما أدري أبدأ معاك من وين، لكن ليه؟ خلاص يعني قدمنا اللي علينا، البقية اللي فيهم الخير والبركة إن شاء الله يقدموا اللي عليهم، والحمد لله. وأنا يعني هذا حتكون آخر مداخلة إعلامية أيضا لي في أي مجال يتعلق في الرياضة. فإن شاء الله بإذن الله نتمنى إن شاء الله بإذن الله، وأكرر أنا إن شاء الله إذا أخطأنا في حق أحد يسامحنا، واللي مخطئ في حقنا إحنا مسامحينهم. وإن شاء الله نتمنى بإذن الله نادينا الاتحاد كل الازدهار والتقدم إن شاء الله بإذن الله. أبو ثامر، تقدمت وتحدثت أنك ستتقدم للرئاسة، وجمهور الاتحاد كان منتظر تقدمك لملف الرئاسة، وبعدين فجأة يصدر هذا البيان. هل هناك ما لا تستطيع أن تقوله عبر وسائل الإعلام، أم هناك أسباب أخرى؟ لا والله، أنا الفكرة ما فيني حقيقة، الموضوع ده لا أريد أن أخوض فيه أكثر من اللازم. فخلاص الحمد لله اللي علينا قدمناه، اللي نصل إن شاء الله خدمنا في بلدنا، والحمد لله بإذن الله. يعني على الأقل أن الإنسان ساهم في رد جزء بسيط من بين هذا البلد عليه، وإن شاء الله بإذن الله إن القادمين فيهم الخير والبركة، وخلاص قررنا أن نرتاح من الوسط الرياضي كله. القرار قرار شخصي عائلي من المحيطين بك؟ لا، هذا قرار شخصي مني أنا شخصيا، وحبيت أعلنه. يعني أنا أقول لجماهير الاتحاد إن شاء الله بإذن الله أنكم تسعدوا دائما، وأنكم تتوفقوا دائما، وإن شاء الله من كل رياضة بلدنا تكون في ازدهار وخير بإذن الله على الأوفق. طب عشان بس أستوعب أبو ثامر، يعني تعلن انسحابك من الوسط الرياضي رسميا، هذا مش انسحاب من رئاسة الاتحاد، حتى عضوية الشرف، حتى من التواجد كعضو شرف اتحادي أيضا؟ أي نعم، أنا منسحب من كل مجال رياضي في الوسط الرياضي ككل يعني. بشكل نهائي؟ بشكل نهائي، حتى إعلاميا إن شاء الله نشوفكم على خير بإذن الله. أبو ثامر، أنت عارف أن القرار هذا حتكون له ردود فعل يعني في الشارع الاتحادي صادمة، راح يتعرضون لصدمة؟ أبدا، أنا زي ما أني خدمت الاتحاد في مجالات كثيرة، أتمنى أيضا من جميع الاتحاد. ليس نادي الاتحاد هو القائم على منصور بلوي، نادي الاتحاد في رجالات كثيرين ويقدروا يقومون في يحكمون نادي الاتحاد إن شاء الله أكثر من منصور بلوي وأحسن من منصور بلوي بإذن الله. ويعني هذه رغبة شخصية لي، أنا أتمنى أن الجميع يحترمها يعني. طيب، يعني أنا بس برجع لك على النقطة، بما أنها المداخلة الأخيرة والظهور الإعلامي الأخير، خلينا نحاول نستثمرها. بس شفت مباراة الاتحاد مع الأهلي، هي يعني كان الحضور الأخير لك في الملعب راح يكون؟ لا يعني طبعا هو الحضور الأخير لي في الملعب، لأن أنا خلاص اعتزل الوسط الرياضي ككل يعني. لكن الاتحاد لم يظهر في المستوى. حقيقة الأهلي يستحق الفوز ونبارك لهم يعني حقيقة. أبو ثامر، في اعتقادك لما يترأس أحد، أو لو حاول أحد يجي رئاسة الاتحاد، يعني خلينا ناخذ بس جزئية، أنت لما دخلت الاتحاد وترأسته، إيش كان حلمك؟ إيش كنت تبغى توصل في الاتحاد لما ترأسته في السنوات الماضية؟ والله أنا كان حلمي إني أوصل في الاتحاد للعالمية ونشارك في أندية كأس العالم، والحمد لله هذه تحققت يعني الحمد لله أنها تحققت. لكن إن شاء الله بإذن الله إنه يجي رئيس نادي الاتحاد إنه يوصل إلى أكثر من هذا بإذن الله. ليش منصور البلوي حبوه جمهور الاتحاد؟ إيش اللي كان فيك مختلف؟ المختلف شيء واحد، لأن منصور أحب جمهور الاتحاد وعرف قيمة جمهور الاتحاد وقدر هذا الجمهور وما يريد هذا الجمهور، فبالتالي إنسان يبادلك الحب أكيد إنك حتبادله الحب يعني. أبو ثامر، يعني جتنا رسائل كثيرة من جمهور كانت تتساءل البارح، كان البعض يتحدث عن إرهاصات وملامح عن هذا الموضوع، يعني أنه ربما أبو ثامر ينسحب، ربما يبتعد، ربما ما يهون عليك الاتحاد تتركه في هذا التوقيت، خاصة يعني أنه الأمور ما هي واضحة، يعني الأمور ما هي واضحة أبدا. كانت في النادي شيء تعبتوا فيه أنتم مجموعة من الأشخاص، توارثتوه منذ يعني لما نقول المحطات الرئيسية في تاريخ الاتحاد،
مع كامل الاحترام والتقدير لكل الشخصيات الموجودة، لكن تشوف الأمير طلال بن منصور، ثم تشوف يوسف الطويل، ثم تشوف طلال بن منصور، ثم تشوف عبد الفتاح ناظر، بعدين تشوف منصور البلوي، واحد من الأركان الأربعة اللي ساهمت في صناعة الاتحاد الحديث. قرار مفاجئ بالشكل هذا، يعني ما أعتقد أنها كانت عقب غدوة الواحد يعني طلعت في راسه، الموضوع كنت تفكر فيه من متى؟ لا الموضوع مو الموضوع للأمانة كان من أسبوع تقريبا، وأنا أرجعت الموضوع هذا حقيقة على أساس مشاركة نادي الاتحاد حتى يخرج نادي الاتحاد، يعني إن شاء الله كنت أتمنى أنه يخرج كاسبا النهائي، لكن عاد ما صار الحمد لله ونحمد الله على كل شيء. لكن يعني الموضوع ما هذا مولد، كان هذا قرار للأمانة من أسبوع تقريبا، وأنا رجعت إلى ما بعد المباراة. قالوا لك لا ترأس النادي بصراحة؟ لا احنا ما، انا قلت لك يا استاذ وليد ما بخوض في هذا النقطة لسبب واحد، انا هذه رغبتي الشخصية اتمنى ان الناس تتقبلها، وانا زي ما قلت لكم اتمنى من الكل يعني اللي انا اخطأت بحقه واخطأ بحقي اني انا مسامحهم وهم يسامحوني، واتمنى انها رغبة شخصية لي يحترموها وانا احترم آرائهم كلها. الاستاذ عامر عامر عبد الله يبغى يتداخل معك يا ابو ثامر. هلا استاذ عامر، هلا حياك الله. اولا انت قدمت شيء للتاريخ في نادي الاتحاد، وقدمت شيء الناس كلها تعرف من هو منصور البلوي داخل السعوديه وخارج السعوديه، ولست في مكان اني اجامل، ولكن اعتقد من حق جمهور الاتحاد ان يستأنف هذا القرار اللي صدر من منصور البلوي، ومن حقهم بهذا العشق وبهذا الحب. يعني انا اتوقع بعد خسارة كل البطولات للاتحاد هذه السنة كانوا ينتظرون بطولة منصور البلوي بأنه يرجع لهم، وأنت تدرك مدى عشق وحب الجمهور لمنصور البلوي. القرار اللي اتخذ اليوم هو قرار تاريخي يدخل من ضمن نطاق 2011 والغرائب الكبيرة اللي فيها. وأقول لك يا أبو ثامر إن كنت مصر في قرارك تبقى أنت سيد قرار نفسك، لكن أنا أقول لك هذه خسارة كبيرة جدا لن تعوض في نادي الاتحاد في فترة الاتحاد محتاج إلى أهم رموزه ولأهم قياداته، وأنت تجي على رأسهم في الفترة الحالية، وبالتالي أعتقد أن الصدمة كبيرة جدا. خسارة الدوري لن تعني الاتحاديين كثير، خسارة كأس ولي العهد لن تعني كثير، خسارة الكأس الأخيرة، خسارة كأس آسيا لن تعني كثير، لكن خسارة أحد الأبناء الأوفياء الرجال اللي تفانوا في خدمة نادي الاتحاد مثل منصور البلوي هي الخسارة الأعظم على الأقل في آخر 20 سنة بالنسبة لنادي الاتحاد. أتمنى أن تقبل قرار الاستئناف من قبل جمهور الاتحاد إن كان هناك قرار، لأن هذا الجمهور لمسته عن قرب، يعشق شيء اسمه منصور البلوي، والمحبة ما تجي من فراغ يا أبو ثامر، محبة تكونت من سنين ليس بالمال بل بالعمل وبالإخلاص. الناس تحبك كثير، واعتقد من حقهم أنهم يستأنفون القرار. أول شيء أشكرك على كلامك، لكن يعني أنا بالنسبة لي حقيقة يعني لو أنا حسيت أن وجود منصور البلوي حيخدم نادي الاتحاد كنت يعني اكثر الناس وجها، لكن انا اخترت القرار هذا، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان الله يوفقنا ويوفق نادي الاتحاد باذن الله على ما فيه الخير. وهذا واعذرني استاذ وليد انا. طيب أنا بس سؤالي الاخير لك ابو ثامر، بس اخر يعني هذا اخر مره يمكن يسمعون فيها جمهور الاتحاد، الهوى لك، قول لهم اللي تبغى تقوله لجمهور الاتحاد. لجمهور الاتحاد حقيقه يعني اقول لهم اني اشكر حبكم وثقتكم فيه، وصدقوني اني كنت انا يعني اللي بقول لكم يعني ان شاء الله قد ما كنت اقدر وانا رئيس لنادي الاتحاد اني اكون محل ثقتكم ومحل ان شاء الله اني اقول قد وصلت في النادي الاتحاد الى ما كنتم تتمنون، وان شاء الله باذن الله اقول لكم ان شاء الله وانا ادعو معكم انه يجي من هو افضل من منصور البلوي ويحقق الاتحاد انجازات افضل من منصور البلوي، وان شاء الله الى لقاء. ولا تحرجوني في الموضوع هذا لاني للامانه هذا قرار نهائي يعني بالنسبه لي لا رجعه فيه. شكرا لك. وشكرا. يعطيك العافيه استاذ منصور البلوي عضو شرف نادي الاتحاد اللي اعلن انسحابه من المشهد الرياضي السعودي.